الخير عليكم احبائي حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون احوالكم طيبه. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله. مهم كل نهار ورزقه. هذا السبت والحد تنبغي نلوح فيه الفيديو، وبما انني خدامه السيمانه كلها ما تنعرفش ندير فيه، واش ندير فيه حاجه المتعه ولا ندير فيه المسؤوليات ديال البيت ديالي ولا نخرج فيه ولا. المهم كيكون عندي بزاف ديال البلانات. المهم حنا كنتصالحوا مع الوقت وصافي. اليوم ان شاء الله عندي بعدا واحد الخرجه، غنمشي لسوق الحد ان شاء الله. بنتي لاصقاني هذه شحال، قالت لك قنطات من حوايجها وبغات تشري شي حاجه الفوق. ايوا غادي نخرج انا وياها نشوف ولا لقينا شي حاجه في سوق الحد. ما لقيناش حتى من بعد ان شاء الله، ونشوف ليها في مروه ولا في شي بلاصه. من بعد غادي ندوز نشري التراب. كما قلت لكم انا كنحماق على لي بلونط، وبقاو فيا داك النهار فاش خملت الصاله بانوا ليا ماتوا وحالتهم، وقلت راه نبدل لهم التراب ونقاد لهم شويه داك المنيضر ديالهم على وعسى يعاودوا يحيوا من جديد. المهم هانتوما معايا في هذا النهار، واخا راه الجو اليوم عرفتي معجعج مزيان، كاينه الشتاء والعجاج والجو شويه كئيب، ولكن معليش. المهم من بعد غادي تكملوا معايا النهار ان شاء الله، تشوفوني شنو غادي ندير فيه. يلا نخليكم دابا حتى من بعد. انا جيت عند مول لي بلونط باش ناخذ التراب، والله العظيم ما كنسخاش نمشي من عنده، كنحماق على لي بلونط سورتو ديال الظل. شوفوا المنيضر ديالهم شحال زوين. ايوا اختكم رومانسيه. المهم حنا رجعنا من سوق الحد، عرفتي رجعت مسخسخه، بقينا كندورو حتى حاجه ما عجباتها. راكم عرفتوا بنات اليوم ما حتى حاجه ما كتدخل لهم لمخهم. المهم رجعنا للدار، دابا ان شاء الله غادي نتغداو ونرتاح شي شويه، وغادي جبت شويه الفريز من السوق، غادي نغسلو باش نكونجليه، تنخليه هكا في الثلاجه احتياط، ربما نحتاجو في عصير، ربما نحتاجو في شي طارت ولا شي حاجه. غادي نغسلو ومن بعد نهبط ندير جارديناج، نقاد دوك لي بلونط ان شاء الله. المهم انتم معايا حتى نرجع لكم من بعد ان شاء الله. شوفوا البنات هاد الفريزه كي دايره، سبحان الله العظيم، شي ولا تيخلع كيطيبوه بلا ميجال. شو كي داير؟ ايوا ما عرفت، حنا غادي نحتفظوا بها. ستر الله.
من بعد ما قاديت لي بلونط وسقيتهم رجعتهم لبلاصتهم كما العاده. تنتمنى ان شاء الله انهم يخلفوا ويتقادوا، والمهم مره غادي نوريهم لكم ان شاء الله في الفيديوهات. الجو قلت لكم الصباح مع 10 الصباح صوبت لي بلونط بزز، كانت الشتا كتنقط ودابا نيت كتصب. شوفوا الجو كي داير اكادير، راه اليوم ماشي هو هذاك الشتا كي داير. المهم هادشي اللي عطا الله اليوم. الفيديو ديالنا غادي يتسالى دابا كما العاده. الى عجبكم الفيديو شجعوني ودعموني، وانا متاكده بزاف ان كاين الناس اللي كيعجبهم هادشي اللي كندير وحاسين به انه من القلب. قبل ما نختم الفيديو ونزولا عند رغبه بعض المتتبعات اللي طلبوني، قالوا لي عافاك النجار اللي صاوب لك البلاكارات ديال الكوزينه بغاو النمره ديالو. اذا ان شاء الله غادي تلقاوها في صندوق الوصف، غادي نخليها لكم تماك. حاجه اخرى، مازال كيجيوني تعليقات على المنزل ديالي، كيقولوا لي راه المهم كيعطيوني بعض الاقتراحات وكيقولوا لي شي حويجات اللي ما عجبوهمش. انا بغيت نقول لكم انا لحد الساعه انا راه موقفه كلشي، يعني ما كنفكر نبدل حتى شي حاجه، ما كنفكر نقص ولا نزيد حتى شي حاجه. ان شاء الله حتى نتحول داري جديده وغادي تشوفوا حوايج جداد وتشوفوا مسائل جديده وديكور جديد. دابا انايا مخليه الامور واقفه كيف ما كانت، لان كما كتعرفوا الواحد ملي تيكون تابعو الرحيل ما كيبغيش يبقى يخسر في الفلوس في شي حوايج ولا يزيد يتمحن وصافي. تابعني الرحيل، اللهم حتى الرحل ان شاء الله. وشكرا بزاف على التعليقات ديالكم والانتقادات ديالكم. اكيد غادي نستافد منها، لانها تنحس بها انها من القلب، وبغيتوني انني نزيد القدام وبغيتوني نحسن المنظر ديال المنزل ديالي. اكيد لان تيقول لك ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، وتيقول لك الراي شباب، وكل واحد غادي يكون عنده راي مختلف. غير المهم الاراء، راه كما قلت لكم دائما الاراء الايجابيه كنقبلها، الانتقادات الايجابيه اللي كيكون من وراها واحد محبه، واحد رقي، واحد كنقبلها. الانتقادات اللي كتكون شي شويه ماشي هي هذيك، الله يهدي بنادم وصافي. هادشي اللي كنطلب من الله. المهم المره الفايته شحال من واحد لامني قال لي علاش ما قلتيش لينا راه كاين لايف وباش نتبعوا معاك، داك الموضوع زوين وشيق. المهم اليوم انا غادي نعاود نقولها، ولكن اللي تفرج في هذا الفيديو اللي غادي يعرف ان شاء الله غدا غادي ندير لايف عاوتاني. الموضوع هذه المره كيهضر على المؤسسه الزوجيه، العلاقه بين المراه والراجل، بين الزوج والزوجه، شنو الاسس ديالها، شنو كيفاش خصها تكون، شنو هما العراقيل اللي كتكون في الحياه الزوجيه، شنو هما الحوايج اللي بزاف كاين مواضيع كثيره. غادي نثيروا الموضوع ان شاء الله، واكيد غادي يكونوا اراء ديال الاخوات اللي غادي يفيدونا ان شاء الله. وهنايا ما كنهضروش على المزوجين، يقدروا يحضروا حتى اللي باقيين بلا زواج، لانهم غادي يستافدوا اكيد. باقي يتابعهم ان شاء الله، حتى هما يخصهم يعرفوا بزاف ديال الحوايج. وتيقول لك سال المجرب لا تسال الطبيب، يدخلوا يستافدوا يسمعوا وياخذوا بعض المعلومات. اذا هادشي اللي كاين. حتى الغدا ان شاء الله مع اللايف. الى اللقاء.